انا بعد المتحف بيوم، تاني يوم على طول مباشره طلعت في العربيه، قلت زي ما قالت رباب، قلت الناس تعمل لجان شعبيه وتنزل تحمي الشوارع قبل ما حد يتكلم في فكره ان في حاجه هتحصل. قلت لجان شعبيه وانزلوا احموا الشوارع واحموا البيوت، لان ده ممكن يؤدي لكذا. وحصل فعلا. يعني ده كله ما هوش تنبؤ، ولكن هي المقدمات كده. اما يبقى في انفلات امني لازم هيحصل كده. ما كانتش عبقريه مني ولا واكيد زي مئات الالوف من الشعب المصري فكر كده في اللحظه دي. بس كان انا لاني لحد ما الناس تقول عليا انا صوتي مسموع، يعني بعرف اروح التلفزيون، بعرف استضاف، فلقيت نفسي ان انا لابد ان ابادر. يمكن اللي فكروا زي ال 100,000 ولا ال 200,000 اللي فكروا زيي ما جات لهمش فرصه ان هم يحذروا، فانا قلت دوري ان انا احذر يعني. بس بمناسبة ان انت تقدر تروح التلفزيون، انا سمعت ان انت اتمنعت من التلفزيون المصري انك في التوقيت ده تطلع تتكلم فيه. لا، انا اليوم بتاع المتحف ده السيناريو بتاعه كان كالتالي. انا جريت جري من ميدان الجلاء، كنت معايا مجموعه من الاصدقاء كان على راسهم حمدين صباحي، وقلت له ان انا حاسس ان المتحف عليه خطر، لانه النار اللي ماسكه في الحزب الوطني دي ممكن توسع. فطلعت جري من ميدان الجلاء لهناك، ولقيت اعمال النهب وانتوا عارفين القصه وكده. فلما لقيت الولاد مفيش اكتر من 10 شباب كده كانوا موجودين، ومنهم واحد او اثنين كمان شاكك فيه انه من يعني 10 شباب، بس طبعا ما رضيتش اقول ده اعلاميا في وقتها يعني. بس كان في منهم اثنين شاكك فيهم اصلا ان هم مع العيال اللي جوه. يعني في عيال جوه احنا شايفينهم، بقول لهم انتوا بتعملوا ايه جوه؟ احنا حراس المكان يا بيه، في حاجه؟ وبرده قلقان منهم. فانا رحت قايل لدول ودول طب انا رايح اجيب الجيش عشان لو في اعمال بتحصل يجروا يعملوا عقبال ما انا، وانا فعلا كنت رايح اجيب الجيش، ما كنتش رايح افكر، بس مش عارف اعرف اجيب الجيش ولا لا. بس انا قلت هجيب الجيش عشان هم يحاولوا يجروا، اقلل فكره النهب يعني. فطلعت على فين الجيش؟ الجيش مش موجود حواليا في اي حته غير قدام التلفزيون. فطلعت قدام التلفزيون المصري الاول، تمام، اكلم حد. كانت في مظاهره من عشرات الالاف محاصره التلفزيون وبيكسروا الازاز ده اتكسر قدامي بعدها بنص ساعه. الازاز بتاع الباب 4 ده كله. ما عرفتش ادخل من تزاحم الناس. فاعمل ايه؟ فرحت العربيه. فكرت في العربيه. فلما رحت العربيه عملت البتاع، رجعت تاني برضو مصمم اجيب جيش، لاني عارف ان انا النداء بتاعي ده هل هيسفر عن شيء؟ هل في حد هيخاطر وينزل؟ انا مش متاكد. فرجعت تاني اجيب الجيش. صممت المره دي بقى متى انا عملت النداء، فصممت المره دي ان انا استميت ان انا اجيب الجيش. ففضلت اقنع في الناس المتظاهرين ان هم، لانهم مدين هم ظهرهم، هم باصين للتلفزيون وانا عايز اخش من وسطهم، ما هماش انا في وشي في وشهم. فقعدت احاول انا خالد يوسف المخرج ومش عارف ايه، وقعدت اللي مش عارفني اعرفه بنفسي عقبال ما سمحوا لي اخش، لغايه ما وصلت الرائد على الباب. قلت له انا فلان، قال لي انا عارفك. قلت له طب انا عايز القائد المنطقه هنا يعني. فقال لي العميد محمد سعيد. ففتح لي الباب ودخلت له وقلت له الموضوع، والراجل قال لي حاضر عينيا. في الاول قلت له انا عايز جيش يجي معايا. فقال لي ما اقدرش احرك جيش من هنا، ده هم الدبابتين الوحيدين اللي وصلوا لغايه دلوقتي بيحموا وزاره الاعلام. ممكن انقلاب يحصل وحد يطلع يعني البيان الاول فما اقدرش اسيب المهمه دي، وانا عندي توجيهات محدده يعني. قلت له طب قال لي هكلم القياده العامه للقوات المسلحه واقول لها. ففهمت من القياده العامه للقوات المسلحه يعني المنطقه المركزيه، يعني عقبال ما يجي فيها ساعتين. تمام. فالمهم بلغ الراجل مشكورا. وانا بقى قلت يا واد العربيه هل مسموعه للشارع المصري ولا مش مسموعه؟ برضه مش متاكد. اطلع على التلفزيون المصري، قول على القناه الارضيه اللي كل الناس ممكن تكون بتشوفها في الوقت ده، او بتشوف العربيه. ما كنتش عارف ايه اللي بيتشاف اكتر. فطلعت على عبد اللطيف المناوي، كان قاعد في مكتبه ولقيته مخضوض جدا من اللي بيحصل يعني. فقلت له الوضع كذا كذا كذا. فقال لي ما اقدرش اطلعك. فقلت له عبد اللطيف قسما بالله ما هتكلم ولا كلمه مع الثوره، ولا هتكلم، ما قلتوش حتى الثوره يعني. مش هتكلم ولا كلمه ضد نظام الحكم، ولا هقول. انا هقول بس يعني هدي نداء للناس ان هم ينزلوا. فقال لي مش هقدر. قلت له طب يعني انت شايف ان دي يعني مسؤوليه، مش مسؤوليه خطيره ان احنا نضحي بالمتحف المصري دلوقتي والى اخره؟ فالمهم اقتنع شويه. قال لي طب بص انا عندي حل، انا هدخلك على الهوا اكنك
بتتكلم بتليفون من بره. هو كان يريد ان يضمن فكره ان انا لو لبخت في نظام الحكم يروح قطع الخط. ففعلا اداهم توجيهات بان هم يكلموني على الهواء من مكتبي. فكلموني على الهواء من مكتبي اكني بتكلم من بره، وقلت الكلمتين، والمذيعه على ما يبدو حتى التسجيل موجود انها سالتني هو ايه اللي بيحصل يا استاذ خالد بعد ما خلصت؟ قلت لها مش عايز اقول اي حاجه وعدا عشان التزم بوعدي لعبد اللطيف المناوي عشان ما احرجوش، ما يسالش هو انت ليه دخلت خالد يوسف على الهواء. ورحت قافل التليفون ونزلت جري على المتحف بقى. لقيت بدات ال10 شباب اللي كانوا واقفين بداوا يبقوا 30، بداوا يبقوا 40. كل ما اقف 5 دقائق ابص الاقي ناس نازله. واكتر من اكتر المواقف اللي لا يمكن انساها فكره الشباب بعد ما بقت في الاف بقى موجوده، ازاي حطوا ايديهم في ايدين بعض كده وعملوا كده. كان حاجه عظيمه يعني. رجعت بقى الساعه 12:30 دي ماشي على كوبري قصر النيل، لقيت واحد بيجري جري، ده ما انساهوش برده، موقف طريف يعني، وجاي وبينهج وبيقول لي انت وقف، وبعدين قال لي انت خالد يوسف؟ قلت له اه. قال لي انا نازل عشان النداء بتاعك. قلت له نداء يا عم؟ الكلام ده كان الساعه 8. فراح رد عليا قال لي ما انا جاي من اخر شارع الهرم ماشي. بس هي الفكره ان احنا يعني برنامج مثلا بيتقطع من الاعاده، اعتصام مره اتفض بالقوه من الجيش من ميدان التحرير، فالفكره ان احنا مش عارفين احنا واقفين فين بالظبط بعد ما كل ده حصل. لا احنا واقفين على نقطه هامه جدا. احنا ما كانش عندنا في مصر مشكله غير حاجز الخوف والكسر. فانا بتصور انه خلص الموضوع يعني، ما عادش فيه يعني. النقطه اللي طلعت من رساله من الشعب المصري الى الرئيس القادم 80 مليون خدوا تليفونات بعض وعلى مزد، دي نقطه داله يعني. ما عادش فيه خوف. انا مش خايف على المستقبل الان من بعض الحاجات اللي انتم بتشوفوها في الشوارع، زي انفلات امني، زي اعمال بلطجه، زي حاجات زي كده، زي سرقات زي كده. طبعا اكيد حاجات تقلق، لكن انا متصور ان دي من طبائع الامور، وان دي تصرف خاطئ للقوات المسلحه اعترفوا به الناس يعني مشكورين طلعوا اعتذروا. نحن نعتذر. فضيله الاعتذار ما كانتش موجوده في السياسه المصريه اصلا. يعني العباره يموت فيها 1500 واحد بس ما معناش مسؤول قال نحن نعتذر ولا نأذر لدماء القتلى دول ولا الشهداء يعني. فاعتذروا فورا. الواقعه اللي انت بتتكلم عليها ما هيش واقعه معممه يعني. انت ما شفتش حد منع من حته تاني. كل الناس بتطلع وبتقول من اعلى سقف لاوطى سقف، ومفيش فكره الطوق اتكسر خلاص. ما عادش خلاص ينفع ان انت تعمل تكمم افواه او تعمل خطوط كده حمراء ما تتجاوزوهاش. ما عادش هينفع ولا حد يقدر يعمل. يعني اكبر قوه في العالم اللي هي الاسطول السادس والترسانه الامريكيه لا تستطيع ان تحكم هذا الشعب بالقهر مره اخرى. يعني بص الامريكان كده بكل جيشهم ما يعرفوش يحكموا الشعب المصري ده خلاص، لان حقيقه التاريخ بتقول ارادات الشعوب هي الباقيه. ما دام شعب تجمع ارادته ونزل بهذه الكثافه ونزل بهذا الاصرار وبهذا الحماس، لا يمكن يخزى ولا يمكن بعد كده ثوره مضاده اللي بيقولوا عليها، ولا يفرق معايا الكلام ده كله. كل دي عقبات طبيعيه، لان دايما الطريق مش مفروش بالورود. يعني الثوره مش ان انت تنزل 18 يوم تتظاهر وترجع بيتك. الثوره طريق طويل، هيقابلك عقبات، هيقابلك حاجات بتلتف حواليك تحاول تقلل من مكاسبك، هيقابلك مش عارف ايه هتتخطاها. ايماني انا بان النصر حدث وسيحدث وسنكمل هو ناتج من فكره التجمع ده بتاع المصريين او تجمع ارادات المصريين. لا يمكن لاحد ان هو يفوق. طب ايه اهم العقبات اللي لسه واقفه في الطريق في المرحله في النقطه دي؟ اهم العقبات هي مطالبتنا بان لا تجرى انتخابات مجلس الشعب. دي كارثه محققه، لان قوى التغيير في مصر مجموعات كثيره جدا اللي نزلوا ميدان التحرير. يكاد اقول لك ان 80% فيهم ليس لهم اي علاقه بالاحزاب القائمه ولا بالاخوان المسلمين. تمام؟ وبقيه الدنيا كلها اللي هم كل الباقيين بقى الاخوان بالاحزاب بكل القوى السياسيه المسيسه حوالي 20%. فانت دلوقتي بتدي فرصه لان الناس اللي اوريدي منظمه نفسها هي اللي تكسب في الانتخابات، لان ال 80% دول لسه ما نظموش بعض، لسه ما يعرفوش بعض وعرفوا هيعملوا ايه وايه البرنامج بتاعهم وازاي ينظموا بعض وازاي يعملوا احزابهم وازاي يعملوا تنظيماتهم الشعبيه. فكده انت بتدي فرصه ان الاخوان ينجحوا، ومن جانب اخر
فلول الحزب الوطني اللي جايه راجعه تاني تستعيد وتحت دعوه جميله كمان. ده بيقولوا ايه؟ احنا اللي ظلمنا احمد عز، احنا اللي في المجمع الانتخابي ما جبناش احمد عز، احنا ضيعنا احمد عز. فداخلين على الناس بكده، ودول يملكوا الثروه ويملكوا علاقات الحكم المحلي اللي تمكنهم من كسب الانتخابات. فواحد زيك هيسقط، لان لا وراه تنظيم ولا وراه قايمه نسبيه ولا وراه حزب ولا وراه اي حاجه، وهيبقى ولا وراه دعم حتى مادي هتصرف على حملتك الانتخابيه منين؟ يعني فلازم احنا بنطالب بقايمه نسبيه. انتخابات مجلس الشعب والشورى هتبقى بقايمه نسبيه غير مشروطه، وما تبقاش دلوقتي حالا، تبقى في اخر السنه. يعني تبقى في احنا بنقول في 6 شهور اللي جايين دول الجيش مصمم يسلم البلد بعدهم، ماشي، نحن نوافقه ان هو يسلم البلد بعد 6 شهور، يسلمها لرئيس جديد ننتخبه، والرئيس الجديد ده يستمر بالمرحله الانتقاليه دي 6 شهور اخرى، يتم من خلالهم دعوه جمعيه تاسيسيه لصياغه دستور جديد للبلاد، ويتم الدعوه لانتخابات مجلس الشورى، طبعا مع تغيير قانون الاحزاب، والاحزاب تبقى بالاخطار الى اخره، كل المطالب دي. فاحنا المفصل اللي احنا فيه دلوقتي حالا، لو عايز اتكلم في الحاله اللي احنا فيها دي، لابد ان يكون على جثثنا ان يحصل انتخابات مجلس شورى فوريه، مجلس الشعب والشورى فوريه. الشرطه دي اخوات ينزلوا على دماغنا من فوق. طب ايه السبب ان مش عايزين يرجعوا؟ يعني لا، هو انا الناس بتقول دي فقدت قيمتها ومش هتقدر. لا، هم عندهم ازمه، وهي ازمه حقيقيه، مش يتأهلوا نفسيا. لان للاسف في الشارع سائر، ما زال سائر، وفي بعض الناس قلات الادب بيجي ضابط يتنطط عليه ويزقه ويقول له لا، يقول له ما انت الاشاره مثلا مقفوله، يقول لك هعدي. طب هيعمل له ايه؟ اللي عنده اسم ياخدوا فيه، ولو خدوا قبض عليه هيصرخ ويقول لك انا شهيد الثوره، يعني فاهم. لان في حصل يعني برضو عشان نبقى عندنا الحقائق موجوده. لا، في ناس بتتبل، في ناس بتتبل يعني. فده الجو ده ازاي تفرزه بقى؟ ازاي تخلي البلطجيه والمجرمين والحراميه من مصلحتهم ان الشرطه ما ترجعش؟ تمام؟ فهم منهم كتير اللي بيزقوا ضباط الشرطه وعساكر الشرطه. فازاي بقى تعمل المصالحه دي؟ تعمل المصالحه ديت ان انت تحاسب الناس وتغير الوزاره وتعمل عقد اجتماعي جديد بين الشرطه والشعب. واخد بالك؟ هنا الشعب لما هيبقى عارف ان المؤسسه الامنيه نازله على اساس جديد وفي اساس معلن، اكيد الشعب كله هيتعاون، وهتبقى فئه ضاله صغيره بقى اللي هي من مصلحتها عدم استتباب الامن هتبان. بس حضرتك شايف ان لسه اهداف الثوره ما اتحققتش من خلال المظاهرات الموجوده دايما؟ يا عم، اهداف الثوره ايه؟ اهداف الثوره هتتحقق على مدار سنوات طويله. هي اهداف الثوره هم عايزين يسقطوا حكومه احمد شفيق. ايوه، ما انا ده من ضمن المطالب بقول لك العاجله اللي لازم تتعمل. مطالب الثوره مش الكلام الكلمتين اللي احنا قلناهم من اول يوم 25 لغايه دلوقتي. لا، انت بتتكلم على نظام البلد، بتتكلم على العداله الاجتماعيه، بتتكلم على الديمقراطيه. العداله الاجتماعيه دي هتغير لك التركيبه الاجتماعيه في البلد. احنا عندنا المجتمع المصري بتاعنا عامل كده، يعني طبقه الفقراء قد كده، واخد بال حضرتك، والطبقه الوسطى قد كده بالظبط. ده النسبه بتاعتها على فكره، علبه السجاير وسجاره، وفي خط رفيع كده للاغنياء. دي تركيبه اجتماعيه مختله تودي في داهيه اصلا حتى مع اي نظام ديمقراطي. فلا بد من تغيير التركيبه الاجتماعيه. تغيير التركيبه الاجتماعيه ديت عايزه نظام اقتصادي ونظام اجتماعي ونظام سياسي مختلف، ياخد من الفقراء، من الاغنياء، يدي الفقراء عن شكل ضرائب تصاعديه، عن شكل مشاركه في الارباح، عن شكل يعني اي حاجه ما تغير هذه التركيبه وتخلي ترجع تاني الطبقه الوسطى هي اللي قد العلبه دي، وتطلع طبقه الفقراء تبقى قد السيجاره دي. واخد بالك؟ ده طبائع الامور. او اي مجتمع امن او مستقر لازم الطبقه الوسطى او الطبقه البرجوازيه المتوسطه يعني تبقى هي المساحه الكبيره. ولما تاكلت الطبقه الوسطى دي كل المجتمع، دايما كنت بقول الكلام ده داخل على شفا خطر داهر. فانت الكلام ده هتعمله بقرار، ده عايز وقت يعني، فاهم؟ بس المهم المطالب العاجله دي اللي لازم هي تتعمل في المرحله الانتقاليه، تغيير التركيبه الاجتماعيه، ممارسه الناس بشكل ديمقراطي سليم، واخد بالك؟ ما يبقاش فيه فوضى، كل ده بياخد وقت.